بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا جماعة عملنا فطير مشلتت. معايا كيلو دقيق، طبعا الفطير بس ذرة ملح ومعلقة سكر بس، وبيتعمل بمية من الحنفية عادي، مش بتحط له أي إضافات تاني. زيه زي العيش، بس زيه زي العيش، زي خبيز العيش كده. طبعا الفطير ده مشلتت ده طبعا لسه اتورق بإيه، بسمنة زي ما انتوا عارفين. طلعت في دماغي اعمل فطير، كان نفسي فيه بصراحه. الناس عماله تنزل فطير على شم النسيم، واحنا طبعا مش بنحتفل بالحاجات دي بتاع شم النسيم. استنيت لما شم النسيم عدى وعملت. ايه يا تيتا يا تيتا، ايه يا حبيبي. بس بروح عند ماما، خدي يا مامي. بس طبعا الطبق الصغير كده، فلازم هو لازم يتعجن، يعني لازم تعجني فيه. جنبيها طبق فيه ميه برضو، لو لقيت العجينه محتاجه تحطي، تفضل تعجني فيها لما تمط العجينه كده تتمط معاكي. بس يعني المفروض ان انا كنت عملت على الرخامه والله، بس انا مش قادره اقف، فانا قاعده وانا بعجن وانا قاعده على الترابيزه على المفرش. مش كل المفرش تعبني، كان على الرخامه بتاع المطبخ كان اسهل. شوفوا ملزق ازاي، انا بغسل ايدي، بروح انضف ايدي واغسلها، ودي ميه بصوا. ما تخافيش من الميه، لان هو كل ما تعجني فيه كده يبقى ليه عرق معاكي عشان تعرف تفرديه. بس تعجني في العجينه كده. انا فصلت على فكره وعجنت لحد بصي تمطيها تمط معاكي ازاي كده. خلصتها بس وخلاص كده. طبعا ده لا بيخمر ولا حاجه ابدا، انا هقطع على طول، اعمل الكور بتاعتي على طول. انا والله العظيم كنت بعمل بربركه، اقسم بالله تدي دهن الزيت كده، بس اهم حاجه يكون الزيت نظيف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وزيدين الصينيه بتاعتك وتقطعي الكرات اللي انت عايزه تعمليها. انا مش عارفه، تقريبا عملت كل 4 كور فطيره. انا عملت اول كيلو فطيرتين، يعني فطيرتين طلعوا بسم الله ما شاء الله يعني بجد كان حلو جدا. وتعشيناه بهم واحنا قاعدين بجبنه وعسل وكده. فلما ما تلاقيش حاجه كده تكليبه ولا عندك عيش، قومي اعملي. يعني دي رخص بقى ب18 جنيه، ومعايا بقى سمنه من بتاع البيت بتاعتي اللي بطبخ بيها، ومعايا زبده، اللي هي الزبده اللي هي زي الزبده الفرن كده، مش عارفه اسمها ايه الزبده دي والله، بس انا كنت جايباه يعني الكيلو ب120 جنيه. بس بصي بقى، انا سبت العجين بتاعي نص ساعة. بص الله اكبر، مش محتاج حاجة ابدا. والله العظيم يا جماعة بجد سهل سهل في منتهى السهولة، اوعى تستصعبي. ما كناش بنعرف نعمل الحاجات دي، كنت اقول ازاي بيعملوا الفطير. كانوا اخوات جوزي، ربنا يا رب يديهم العمر اللي قاعدين، كانوا يعملوه وانا قاعدة اتفرج عليهم. ما اعرفش كانوا بيعملوه ازاي، كنتش عارفة اعمله والله. بس ايه بقى، في مثل عندنا يقولك ايه، اللي في عين وراس يعمل عمايل الناس، يعمل كل حاجة. بصوا، بص ملت الصينية بتاعتي، وبص منظرها تتقطع معاكي مفيش مشاكل. انا بعين بقى الحروف لانها ايه، عشان ما تبقاش معضمة معاكي في قلب الفطير. لما تطبقي الفطيرة ما تبقاش معضمة معاكي. انا بعين الحروف دي وبركنها على جنب وبفردها، واحط بقى السمنة على الزبدة بتاعي ايه وكده. لازم تحطي بقى كده ايه عشان يبقى مورق. يا رب لك الحمد. انا عامله الفطير قبل كده بطريقتين يعني، وهاعمل كده الطريقة دي برضه لسه عاملاها يعني جديد. أنا عملته قبل كده طبقته جديد على طول. الطريقة دي سهلة جدا، سهلة للمبتدئين، البنات الصغيرة اللي ما تعرفش تعمل. بصوا أسهل ما يمكن، هتطبقي كده في قلب بعضيها. بصوا أهو، حاجة سهلة وبسيطة وجميلة، وعاملاها بإيديكي ما شاء الله. أنا هعمل الفطيرة دي بس قدامكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. يعني أنا عملت فطيرة، أنا عاملة 2، بس هعمل فطيرة قدامكم، طبق فطيرة قدامكم. بصي السهولة، في أسهل من كده؟ يا رب لك الرحمة ولك الحمد ولك كل حاجة حلوة. يا رب ارحمنا برحمتك أنت أرحم الراحمين. وطبق جنبية كده برضو أدهنه دهن الزيت، وأحط اللي أنا هعملها، أحطها جنبيه، ونجيب برضو الكورة التانية وهكذا.
لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أنا بعمل الحاجات دي عشان زي ما أنا قلت لكم، أنا عندي القناة والله لا في مشاهدات ولا في حاجة أبدا، مش مشكلة عندي خلاص. أنا سبتها من دماغي وتركتها من دماغي القناة. أنا بعمل عشان بحب أعمل، أنا لبناتي، لولاد أخويا، لولاد أختي، لبنتي، يعني يتعلموا، هما بيتعلموا مني وبيحبوا يشوفوني أعمل حاجة كده. فأنتوا مش عايزين تشوفوا فأنتوا حرين، عشان محدش بيشجع خالص ولا حد بيشوف وكده يعني. فيلا بقى الحمد لله والشكر لله على كل حال. أنا بحب المطبخ وبحب أخترع فيه، فاللي بقى اللي عايزة أعمله بقوم أعمله. برضه أقطعها كده عشان سهل الموضوع ده. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. طريقة جميلة وسهلة وعلى طول قدامك كده. لو مش هتعرفي تطبقيها كلها على بعضيها، ما في بنات ما بتعرفش تعمل. أنا عندي بنتي ما بتعرفش تقولي وأنا أعمل الفطير ده اللي عايز يعمل هيعمل، والله اللي عايز يعمل هيعمل. دي حاجة سهلة جدا وبسيطة. كل ما اتطبقت تدهني اياه السمنة بتاعتك، عشان خاطر هي السمنة دي اللي بتخليها مورقة معاكي. اه بس بقى، منتهى السهولة في منتهى الجمال. هتجيبي دي على دي كده. اه على فكرة أنا مش بحط سمنة كتير، وعشان خاطر ما يبقاش تقيل معاكي اوريكم في الاخر برضه انا عملت ايه. يعني ما تقوليش ده سمنة كتيرة وبتاع، لا كانش. هو بس السمنة ده عشان التوريقة بتاعته فده لازم. عارفين انا نسيت احط الفطيرة في قلب بعضها، بصوا اقول لهم كده نسيتوني. رحت جبتها وحطيتها اهي دي في قلب دي. اه منتهى السهولة. هعمل كورة كمان، حطي نقطة الزيت كده تفردي. يا رب لك الحمد ولك الشكر يا رب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. إن جيتوا لحد كده بقى صلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وحطوا لايك لأم أحمد وشجعوها بالله عليكم. أنا فيديوهاتي مش بتعدي 5 دقايق. ده الفيديو بتاع المحشي والفرخة 5 دقايق، كنت عاملاه من سنتين جايب لي 2500 مشاهدة، مش جايب حتى 150 مشاهدة. الحمد لله. ما يهمكيش التقطيعات دي لأنها كلها بتخش في قلب بعضها. بس هتجيبي بقى كده الأخرانية وهتفردي. بصي أنا كنت بقطع له كل فطيرة عشان ما تتعبيش، ممكن تيجي تلميها وما تعرفيش تلميها. هتلمي بقى كله كله في قلب بعض كده. أنا عملت 3 كور فطيرة، يعني يعني دول نص كيلو دقيق يا جماعة، الفطيرة نص كيلو دقيق. مفيش أسهل من كده ولا أحسن ولا أجمل من كده. تاكلي يا موكا، تاكلي يا موكا. طيب ماما عطتك؟ طب يا روحي كل يا حبيب قلبي. بس كده الفطيرة خلصت. بعدين برضو الصينية بتاعتي سم، وهتسيبيها كده ايه 10 دقايق كده. حطيها على وشها يعني كده، على الوش اللي هو وهتفردي. وعلى فكرة انا ما جاش المقطع ده، انا مليتها قشطة. ما بصوا بوريكم اهو مليتها قشطة. الملك بيعيط وامه مش عارفة تصورني. وادي التانية اهي بسم الله ما شاء الله برضو فردتها ومليتها قشطة. القشطة دي بتاع وش اللبن. اوعى بقى تقولي دسامة. ده مرة في السنة، مرة في السنة. بس وكده كنت مولع الفرن، تولع الفرن وتسخنيه حلو وتحطيها. هي قشطة ايه، اديله بقى قشطة. انا بعد كده على فكرة صفيت ده كله. بس بصراحة كان جميل جدا وريحته كده ما شاء الله. بصوا لما طلع بسم الله ما شاء الله. بس الفطير كان طري وجميل. وده السمنة انا صفيته منه عشان ايه، عشان ما يبقاش تقيل معاكي. ده بقى ما يتقطعش بسكاكين، ده انت تقطعي كده وتقعدي بقى وتاكلي. بصوا بسم الله ما شاء الله كان عامل ازاي. بصوا كان عامل ازاي، الله اكبر. سلام حبايبي، وحطوا لايك اشتركوا في